بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا النهاردة أكلة جميلة وكله بيحبها، السجق الشرقي البلدي الجميل اللي من الجزار المضمون، اللي مش هتقفي له ساعة ساعتين تشتري حاجة ما تعرفيش في الآخر هي معمولة ازاي ونظافتها ازاي. بنقف طابور عشان نشتري السجق، لكن للأسف غير مضمون وغير ما نعرفش مصدره، ما نعرفش منين. لا، حاجة في البيت ومضمونة وجميلة. عملنا كمية جميلة وكمان فضلت معانا. كل ده من نص كيلو سجق. معانا خس كابوتشي الطحينة وقلنا ازاي عملناها في الفيديو. يا ريت ما ننساش اللايك دلوقتي بسرعة ونشوف الفيديو ده او الطريقة دي اتعملت ازاي، وهتدوقوا احلى سجق. ما ننساش اللايك ونشوف الطريقة. احلى سجق بلدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الاول بقى الطحينة يا حبايبي، عشان لما بتقعد اديها فرصة ان هي تتطعم وفي نفس الوقت ان هي تتقل معايا ويبقى كميتها اوفر معايا. معايا دلوقتي شوية طحينة ومعايا مية دافية. ببدأ افك الطحينة بيها، احط حبة حبة لحد ما افكها معايا. طبعا بنقعد نفك كده في الطحينة، وبزود ليها المية الدافية اللي معايا عشان تفك الطحينة معايا. ويكون معاكي شوكة او في مضرب سلك بيكون صغير برضو، او شوكة المتاح ليكي. بتفكي كده لحد ما تلاقيها فكت معاكي، وبالذات لما بيكون اخر بطرمان الطحينة بتلاقيها ناشفة او ماسكة في بعضها. لا، انا بفضل اقلب كده لحد، شايفين لسه برضو تقيلة. بزود المية الدافية. طبعا انت لما بتعملي في بداية يومك الطحينة وتسيبيها، انت بتبقي عاملاها خفيفة، خفيها، وبعد كده عقبال ما تخلصي اكلك وكده هتلاقي بس طبعا تغطيها عشان الطحينة بتنشف، وفي نفس الوقت هتلاقيها تقلت معاكي ووفرت معاكي، بدل ما تعمليها تقيلة وتتقل اكتر، او تكوني ممكن عملتي منها كمية اكبر وانتي مش عارفة. انا بوصل لحد ما افكها خالص بالشوكة، تمام، واضرب جامد بالشوكة اللي معايا وافكها معايا. برضو احط حبة مية تاني. ابدأ هنا احط بقى شوية خل، برضو معلقتين خل كده. ما شاء الله فكت معايا اهيت. برضو تعتبر كده تقيلة لان انا هسيبها لسه عشان نعمل الاكل بتاعنا. الاكلة بتاعتنا جميلة جدا. طبعا الطحينة لا غنى عنها مع اكلات كتير، مع سمك، صينية سمك، سمك مقلي، كبدة، سجق، اكلات كتيرة جدا نقدر نعملها جنبيها. وعندي الاطفال بيحبوها جدا، وهي اكلة مفيدة جدا. معايا برضو بق مية كمان. ادوب برضو اهي، وانا عايزة اوصل لكده لازم احس ان هي دابت معايا قوي قوي وفكت خالص. كل ده هتتقل بعد كده. في المرحلة دي ابدأ بقى اتبلها. احط توابلي ادي اهي. طبعا هي هتتقل لما هسيبها. هنحط معلقة من الهريسة اللي احنا عاملينها مع بعض. معلقة من الهريسة، معلقة صغيرة. طبعا فيها الثوم وفيها الخل وفيها الليمون وفيها كل حاجة، بس انا بحب برضو احط معايا نص ليمونية. بتبيض معايا الطحينة، بتخلي طعمها جميل ميزز كده وجميلة. بحط معلقة من الزيت الذرة او زيت زيتون زي ما انت حابة. معلقة كبيرة زيت زيتون او زيت ذرة. كل ده بيطعم معايا. احط بقى الفلفل الاسمر، رشة فلفل اسمر، ملح بسيط عشان لما تحطيها على الاكل المملح ما
ما تزيدش من ملحها. الكمون طبعا جميل جدا برضو، حابه تحطي شطه تحطي حبه كمون معايا. يبقى حطينا الهريسه والزيت والليمون والخل ونص ليمونه، بتبقى معاكي تحفه. وطبعا لسه هتتخن معانا كده جميله وخلصت معايا. حابه تحطي فص توم مدقوق او مهروس حطي، بس انا استكفيت بالهريسه لان الاكله النهارده معانا فيها توم وبصل وكده. السجق معانا هيبقى فيه كل حاجه، فمش محتاجه ان انا احط توم كمان على دي، كفايه حطينا عليها معلقه الهريسه دي. طبعا الهريسه يا جماعه لا غنى عنه، يا ريت نعمل الهريسه على طول في بيتنا لان بتدخل طعم جميل ومنقدرش نستغنى عنها في كل الاكلات. فكت معايا اهي وبقت زي الفل. اسيبها بقى تتقل بقى عقبال ما اعمل السجق بقى، وبقت معايا زي الفل. هسيبها تتخن وابدا احضر معاكم هنعمل السجق ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت اللي هيعجبه الفيديو باذن الله ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه اللي اول مره يشوفني. وان شاء الله ان جربت السجق بطريقتي باذن الله هتعجبكم جدا جدا. ودي من الاكلات السريعه والجميله وكل الاطفال والكبار بيحبوها. يا ريت يبقى عندك من الحاجات السريعه دي زي السجق والكبده، وقبل كده البيكاتا اللي عملناها. كل دي من الاكلات السريعه لو جالك حد لو مش فاضيه تعملي اكل، فعلا من الاكلات ما بتاخدش وقت خالص ولا مواعين. معانا مقدار من السجق، انا هنا عندي نص كيلو، معاه حته ليا وده بقى اللي هيديه طعم خطير جدا. مش موجوده مفيش مشكله. طبعا انت وانت بتجيبي السجق من الجزار انت بتختاري الجزار انت مجرباه موثوق فيه عارفه نظافته، وكده كده ممكن تطلبي منه ان هو يحط لك حته ليا او حته دهن او اي حاجه هتطعم معاكي السجق، او ممكن ما تحطيش خالص لو انت مش حابه. معانا بصلتين، انا مستخدمه بصل احمر، معايا طماطمتين، معايا فلفل حار على فلفل اصفر الوان عندي، معايا توم. طبعا مقدار التوم اللي انت حباه، في ناس بيحبوا توم عالي في لا، طبعا هو حلاوته في التوم والطماطم والبصل والخضار اللي بيتحط فيه. معانا معلقه صلصه، معايا التوابل، معايا كزبره ناشفه، معايا فلفل اسمر، معايا كوبي بصيني، معايا بهارات لحمه، معايا الملح ويا ريت ما نكترش، يعني معلقه صغيره كده من الملح. حبيتي بعد كده لقيتي عايزه ملح تاني حطي، لان طبعا السجق لازم بيتحط اثناء عمله في ملح. جوز الطيب، معايا كمان كمون، طبعا البابريكا، ومعايا البابريكا اللي بتديله لون جميل وحمار كده طبيعي، وهي من التوابل الجميله ومبتديش حرقان، لا بتدي لون جميل. تمام كده انا معايا حاجتي كلها محضراها. الماده الدهنيه، حابه تحطي ماده دهنيه، اللي مش حابب ما يحطش. انا هحط بس بتاع معلقه صغيره زيت احط فيها اللي هي الاول، ونبدا نروح على البوتاجاز ونشوف ان شاء الله السجق بتاع العربيات واحلى منه بس بنظافه البيت. بجد بجد ما تخلوش اطفالنا تاكل حاجه من الشارع، حاجاتنا كلها تبقى في بيتنا. طول ما انت بتعملي لهم كل حاجه في البيت مش هيفكروا ابدا يشتروا حاجه من بره. خلي دايما اولادك يساعدوكي، ما تقوليش لسه هقطع واعمل واجيب، لا ولادك هيساعدوكي، مش تاخد الاكله منهم اي شيء. ممكن يروح للراجل ويقف ساعه عشان يشتري السندوتشات دي، لا نقف نص ساعه مع بعض نعمل الاكله بتاعتنا، ممكن نص ساعة نساعد بعض ونخلص أكلنا وتبقى حاجة مضمونة ونضيفة وهتعجبهم جدا جدا، مش هيفكروا يجيبوا حاجة من بره. نروح على الطاسة وعلى البوتاجاز ونبدأ نعمل أكلتنا الجميلة السجق البلدي بتاع العربيات. معايا الطاسة بتاعتنا، يا ريت تكون طاسة كبيرة مفرودة ما تكونش غويطة، لا أنا عايزاها طاسة مفرودة يا دوبك
عشان تفرق نقدر نوزع السجق عليها كويس. كل اللي اعمله اني اسيب الطاسه تسخن جامد مع معلقه الزيت الصغيره، وابدا احط فيها اول حاجه اللي هي بتاعتي، ونسمع الصوت الجميل بتاع، ونشم بقى ريحه الليه اللي هتخلي الناس كلها تشم السجق اللي عندك وتقول الله بجد ايه الريحه الرهيبه دي. معانا حته الليه والطاسه سخنت جدا معانا. انا حاطه نص معلقه او معلقه بسيطه قوي من الزيت الذره، عشان كده السجق فيه دهون، وانا كمان حاطه كمان حته ليه، يعني كفايه جدا. انزل بقى اوزع، سامعين الصوت عشان الطاسه معايا سخنه جدا، عشان نحط مع بعض السجق. انا كده حطيت يا حبايبي السجق بتاعي ووزعته. يا دوبك اشوحه كده مع معلقه الزيت الصغيره، وخد الريحه وخد ناخد التشويحه مع بعض. يعني طبعا حابه تحطي صحيح، حابه تفكيه خالص من الكفر بتاعه وتشوق، نفس الكلام. الاختيار ليكي، حابه تحطيه زي ما هو، حابه تقطعيه بالمقص قبلها مفيش مشكله. قلبنا السجق واوصله لحد ما ياخد الوش بتاعه الذهبي الجميل. وطبعا الالمونيا يا جماعه في الاكلات اللي زي دي بتبقى حلوه وبتوزع الحراره، بتستحمل درجه الحراره العاليه. طبعا انا ما ينفعش اوطي، لا، عشان لازم اقلب كده عشان ياخد اللون بتاعه تمام، واتاكد من تشويحه. كل ده انا ما عملتش حاجه غير ان انا بشوحه في معلقه زيت ذره ياخد اللون بتاعه، وبعد كده نطلعه في الطبق وهقول لكم هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده انا هبدا اشيل السجق بتاعي تمام، هبدا ارجعه للطبق بتاعه، اشيله كده. وكميه الدهون اللي نزلت من السجق ديت هقللها، لان طبعا ده كتير قوي وممكن يتعبنا. طبعا في ناس كتير قوي ما بتحبش الدهون وكل جميل، انت ممكن تشيلي الدهون دي خالص وتبداي تعملي الخطوات اللي هنعملها، لكن انا هسيب شويه عشان يطعموه، لان طبعا هي كده كتيره قوي. وهشيل كمان حته الليه اللي معايا. انا قللت الماده الدهنيه اللي معايا، انا كنت حاطه الليه بس عشان تاخد الريحه، وابدا انزل البصل يا دوبك يدبل. هنعمل بقى شويه سجق بلدي جمال بجد بجد، مش هتبطلي تعملي الطريقه دي. يقولك اسال مجرب ولا تسالش طبيب. يا دوبك يدبل معايا البصل، دبل معايا يا جماعه البصل. انزل بقى بالثوم بتاعي عشان ما ياخدش وقت. الثوم هنا انا دقاه مع كزبره ناشفه تمام. اخد تقليبه بقى مع بعض. قلبنا طبعا الثوم مع البصل. اول ما ريحه الثوم تطلع هبدا كمان انزل الطماطم. نزلنا الطماطم، بقى. طبعا كل ده انت قدرتي تتحكمي في الماده الدهنيه اللي انت مستخدماه. يعني خلينا الاول، ليه عملنا بقى ان السجق الاول؟ عشان الدهون اللي تنزل منه تقدري تتخلصي منه. لو انت مش عايزه كمان دهون فيه خالص، انت بتنزلي الدهون اللي فيه، وبيبدأ معاكي بقى تستخدميه مع الخضار، مع تشويحة البصل والثوم كده. الطريقة دي بتبقى جميلة وبتشيلي المادة الدهنية اللي انت عايزة تشيليها. حابة تعملي بالمادة الدهنية او بالدهون اللي نزلت، برضو ده الاختيار ليكي.
انا بسيب الطماطم كده تدبل مع الثوم والبصل، ونسيبهم كده دقيقتين مع بعض. كده هبدأ احط فلفل اسمر حبة كده. دلوقتي بحب احط فلفل اسمر مع سخونة الخضار عشان يدي الريحة بتاعته الجميلة. تمام كده انا وصلت للمرحلة اللي انا عايزاها، دبلت معايا الطماطم والبصل والثوم. هنزل بالسجق تاني، هنزل بقى بالسجق بتاعي كده. هننزل بالسجق بتاعنا، هنزل كمان بمعلقة الصلصة، يبقى حطينا معلقة الصلصة هتدي لون جميل. ونبدأ بقى ننزل التوابل. طبعا انا عايزة اوريكم كمان مقدار الدهون ان انا شلتها من السجق، دي مقدار الدهون اللي نزلت. كده قدرتي تتحكمي وتتخلصي وما عملتيش اي مواعين غير طاسه واحده اللي بتعملي فيها. ودي من الاكلات السهله، ما بتاخدش مواعين بجد، غير كمان مضمون وحاجه في البيت وجايباه من الجزار. حابه تستخدمي المستورد من مكان موثوق فيه برضو براحتك، كله راجع ليكي. بس انا بقولك الفكره بتاعتها. انا كده برضو حابه تفكي السجق من الاول من الكفر بتاعه، حابه تقطعيه بالمقص في الاول براحتك، دي راجعه ليكي ولذوقك ولحبك للحاجه. انا معايا هنا يا جماعه التوابل بتاعتنا، الملح والكمون قلنا عليها، جوز الطيب، بابريكا هيديله لون جميل، الكزبره الناشفه، الكوبيبه الصيني، كل توابلنا اهي جميله. نحطها كده على السجق بتاعي، وفعلا ريحه طالعه جميله جميله جميله، واللون كمان شايفينه زي بتاع العربيات وافضل. طبعا حابه تحطي برده حبه ميه صغيره، يعني بتاع معلقتين ميه عشان يبقى فيها الصوص بتاعه كده عامل صوص. برده حابه تكتري في الميه زي ما انت حابه، هي معلقتين حلو. في المرحله دي طبعا كله مستوي ومع بعضه. هبدا احط بقى الفلفل، طبعا فلفل حار، فلفل رومي، فلفل الوان اللي انت حباه. وكده بقى معايا السجق الشرقي الجميل البلدي بتاعنا الجميل اللي من الجزار، بريحه جميله واكله مضمونه، وما شاء الله على جماله. بجد بجد ريحه فظيعه، جميل جميل جميل. طبعا حابه بقى تقطعيه في المرحله دي بالمعلقه كده، تقطعيه اهي مفيش اي مشكله. حابه تسيبيه بالطول، انا ولادي بيحبوه بالطول كده، وساعات لا اما بالطول كده، لا اما ان انا افكه من الكفر، يعمل معايا ساعتها كميه كبيره قوي بنفس الخطوات، بس بتفكي من الكفر بتاعك. بس ساعتها مش هتقدري تتحكمي برضو ان انت تتخلصي من الدهون بتاعتك. كده جميل جدا. وانا طفيت خلاص، وهحطه في الفينو مع الطحينه اللي احنا عاملينها ونقدمه ان شاء الله ونوريه لكم. بجهز الفينو يا حبايبي عشان نحط فيه السجق. طبعا لما بيكون بالمقص بتفتحي الفينو بمنتهى السهوله، بالمقص تقدري تفتحي الفينو ويطلع معاكي جميل جدا من غير ما تكسري في الفينو. شايفين هنقدر نعمل كميه كبيره من نص كيلو سجق. بسم الله الرحمن الرحيم. ماسكين الفينو، طبعا حابه تجيبي بقى الفينو الكبير، الفينو الصغير ده بيبقى جميل قوي وعلى قد الايد. دهنا الطحينه اللي احنا عملنا، شايفينها تقلت ازاي. انا عايزه اوريكم الطحينه تقلت معاكم ازاي، عشان سيبناها بعد ما عملناها. بتدهني الطحينه، ومعانا كمان الخس الكابوتشي اهي المغسول طبعا، وخضارنا كله مغسول ايه جميل جدا، وواثقين في الحاجه بتاعتنا. بتحطي بقى احلى السندوتشات، ولا تقولي لي عربيه، ولا تقولي لي محل فلاني، ولا المطعم الفلاني، وهنقدر نعمل كميه. احط بقى كميتي واوريها لكم.
وبكده عملنا سندوتشات السجق احلى من اي عربية وحاجة مضمونة، ومعاها الشيبسي ومعاها الكاتشب ومايونيز، معاها الخس الكابوتش، معاها الطحينة، وكمان لسه فاضل معانا، وما شاء الله فيه بركة. ودايما نسمي الله قبل الاكل، ربنا ان شاء الله يبارك في رزقنا، اللهم بارك في ارزاقنا. الحمد لله رزقنا هذا من غير حول منا ولا قوة. بجد بجد سجق جميل. بنتي ماسكة نفسها وعايزة تاخد، وانا اقول لها استني لسه هصور. يا رب ان شاء الله الطريقة تعجبكم. ما ننساش اللايك والشير، يا ريت يا ريت ما تنسيش تدوسي دلوقتي على اللايك يا جماعة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة اللي يشوفني اول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.